بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم معجزة الله الباقية ببقاء الزمن، وآية الله الخالدة بخلود الحق والبرهان، هو واحة الصالحين ومرفأ التائبين وبغية الباحثين عن السعادة والطمأنينة. القرآن الكريم صلة الأرض بالسماء، ومعراج الصعود للسناء، ومشعل النور ومنبع الضياء، هذب النفوس وزكى الأرواح، ونقى الأفئدة وطهر الجوارح. المنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه 15، التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك، محضن أمن لكل أفراد الأسرة. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أجواء إيمانية قرآنية. نحن هنا بالمنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه نسعى لجعل القرآن هدفا ونبراسا لكل أفراد الأسرة، ينهلون منه ويهتدون بهدايته ويستنيرون بنوره، فيتحقق هدفنا إيجاد مجتمع قرآني معطاء. المنتدى الرمضاني شجرة يانعة في روضة القرآن الندية، غرست نبتته قبل 15 سنة، وتحديدا في عام 1421 للهجرة النبوية. محفل قرآني عظيم وصرح إيماني كريم يعقد سنويا في شهر القرآن، شهر رمضان، ولمدة 19 ليلة. وقد استقبل المنتدى هذا العام كوكبة من أهل القرآن عاشوا من خلاله مع كتاب الله 19 ليلة. يستهدف المنتدى كل أفراد الأسرة، ويقصد جميع شرائح المجتمع لمختلف مراحل العمر، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. قد ملأوا جنبات جامع الدعوة بتبوك في منظر إيماني وصورة قرآنية مشرفة، قل أن تجد نظيرا لها. ما كان الدافع لهم إلا رجاء حفظ كتاب الله تعالى ومراجعة آياته وتدارس معانيه واغتناما للوقت. فتنوعت همم بين حافظ للقرآن ومراجعا له ومحسنا لتلاوته ومجودا، مع المشاركة في برامجه ومتدبرا لمعانيه، مع المشاركة في برامج المنتدى المختلفة وأنشطته المتعددة وفعالياته المتنوعة. الهيكل التنظيمي للمنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه. يتكون المنتدى من قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، وكل قسم يتكون من عدة لجان عاملة. اللجنة الإدارية عملها التنسيق والتواصل مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والجهات الراعية للمنتدى، وكذلك الإشراف المباشر على عمل بقية اللجان العاملة في المنتدى. اللجنة الثقافية تتكفل التنسيق مع المشايخ وطلبة العلم لإلقاء الكلمة اليومية والمسابقات بين طلاب المنتدى. لجنة الشؤون التعليمية تقوم بمتابعة معلمي وطلاب المنتدى من حيث الحضور والدرجات والتقييم وكل ما يتعلق بالناحية التعليمية في المنتدى. اللجنة الإعلامية تحمل على عاتقها مسؤولية الإعلان عن المنتدى والإشراف على الموقع الإلكتروني للمنتدى ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر نشاطات المنتدى عبر الوسائل التقنية المختلفة. اللجنة المالية ضبط ومتابعة مصروفات جميع اللجان العاملة في المنتدى. اللجنة الاجتماعية التنسيق مع المطاعم من وقت مبكر لتجهيز وجبة العشاء اليومية وتجهيز الضيافة لزوار المنتدى من مشايخ وطلاب علم وغيرهم. صاحب المنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه 15 عدة برامج مصاحبة، وهي ساعة وساعة، برنامج يقدم مسابقات وفعاليات حركية لطلاب المنتدى. سؤال اليوم، مسابقة يتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتدى يوميا
لتفتح المجال أمام جميع أطياف المجتمع للإجابة على هذه الأسئلة والحصول على الجائزة المعدة لذلك. المسابقات الثقافية قدمت لطلاب المنتدى في العقيدة والفقه. مسابقة إشراقات، مسابقة خصصها المنتدى لطلابه المشاركين فيه، بلغ مجموع جوائزها 10,000 ريال. البرامج والحلقات المضافة لبرنامج المنتدى لهذا العام: وقفات تدبرية، وقفات تدبرية لكتاب الله تعالى، قدمها فضيلة الشيخ محمد بن علي الشهري إمام جامع الإمارة بتبوك. حلقة القاعدة النورية، التحق بها أكثر من 100 دارس بين حلقتين للأشبال والكبار. حلقة علوم القرآن، تمت مدارسة علوم القرآن ومقدمة في القراءات العشر. أعداد أهل القرآن الذين تسابقوا للالتحاق بالمنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه 15 هذا العام 1150 طالبا وطالبة. قسم الرجال بأفرعه الكبار والشباب والأشبال قدروا ب550 طالبا توزعوا بين 28 حلقة. قسم النساء بأفرعه الأمهات والفتيات والصغيرات قدروا ب609 طالبات توزعن بين 21 حلقة. وقد أتم مراجعة كتاب الله كاملا في المنتدى في قسم الرجال 6 حفاظ، وفيما أتمت 9 دارسات ختمن القرآن الكريم في قسم النساء. شكرا نسطرها للراعي الرسمي للمنتدى الرمضاني للقرآن وعلومه، أهل البذل والعطاء، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجح الخيرية. فاللهم لك الحمد كثيرا، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه المدد.